السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بقى مع بعض هنعمل ايه؟ هعمل مكرونة نجرسكو. تعالوا نشوف هنعمل ايه في المكرونة دي. اول حاجة انا عندي طبعا شاورما الفراخ ايا كان عندك، شاورما اللي هي من الصدور، من الوراك، اي حاجة. وعندي زيتون وعندي بصل. تمام. وطبعا في دقيق وفي لبن وفي حاجات كتير كتير كتير، وطبعا ميكس جبن. تعالوا بقى ايه نفرح ولادنا ونعمل لهم حاجه كده حلوه كده يقدروا يفرحوا بيها. طبعا احنا بنغسل الفراخ حلوه قوي وبنتبلها مع بعض على على البوتاجاز. تعالوا نشوف. قطعت البصل، حطيت الميه زي ما انتم شايفين كده. دي الميه للمكرونه نسلقها. وهنا هنزل بالبصل بس. نقلب بقى لغايه لما البصل بتاعك بقى يصفر ويبقى لونه جميل كده، ياخد لون بسيط. وبعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا، سهلة وبسيطة. عندي التوابل بتاعتنا روزماري وزعتر، وعندي كمان معلقة كمان كبيرة من البابريكا، معلقة توابل فراخ، معلقة 7 بهارات. تمام. والملح. هو دوت بس التوابل بتاعتنا اهي، والفلفل الاسود. زي ما انتوا شايفين توابل سهلة وبسيطة وبتدي طعم جامد قوي قوي للبصل. اول ما البصل يدي اللون نقوم نازلين على طول بالتوابل. ايه الشطارة دي؟ شايفين؟ يلا ياخد لون ونقوم نازلين. الحاجة طبعا بتبقى لما انت بتعمليها على قد امكانياتك اعملي. يعني الحاجة ربنا بيحل كل حاجة يا جماعة، حلوة والله. اهو كده احنا عملنا البصل زي ما انتوا شايفين لونه اصفر شوية وخد لون. ننزل على طول بالتوابل بتاعتنا، نقلب التوابل بالبصل. عندك فلفل الوان حطي. انا ما كانش عندي فلفل الوان، وبعدت اشتري ما لقيتش، فحطيت فلفل اخضر. تمام. بعد كده ننزل بالفراخ الجميله اللي احنا مقطعينها وغسلنا غسله حلوه بالخل وكانت طعمها كمان تحفه. اللون بصوا شايفين لون البصل بالتوابل. طبعا مش باين في الكاميرا، لكن بيبقى طعم ولون وشكل جميل جدا جدا جدا. يعني الكاميرا ظلمه الفراخ دي كده الشاورما بتاعتنا. بنقلب بقى كده، وبعد كده نسيبها على النار شويه تاخد بس السوا وخلاص. ادي المكرونه النجريسكو، مفيهاش اي حاجه، سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه. وبعد كده هعمل دلوقتي معاكم البشاميل. البشاميل مقاديره بتبقى سهله وبسيطه. شايفين؟ انا قطعت الفلفل وحطيته عليها اهو. وبعد كده اسيبها بقى تاخد اللون بتاعها الجميل. وبعد كده نعمل البشاميل. البشاميل اللي هو هنحط دقيق. هتحطي من 5 ل6 معالق دقيق. لو عايزه تزودي زودي. المفروض ان انا زودت شويه، كنت ازود البشاميل، طلع قليل شويه. انا ما عجبنيش الوضع. انا بحب الحاجه المظبوطه المظبوطه. يعني المفروض ان البشاميل يكون كتير. طيب، ده كده انا خلصت كده الفراخ الشاورما، واللون بتاعها جميل. وادي المكرونه خلاص خلصت، وهصفي المكرونه. وبعد ما اصفي المكرونه اقوم عامله على طول في نفس الحله عشان ما بهدلش الدنيا ولا نعمل مواعين كتير. تمام تمام. يلا بقى تعالوا بقى نشوف البشاميل. حطينا السمنه، حطينا شويه زيت، هنحط الدقيق واللبن و2 مكعب مرق بس، مش هنحط اكتر من كده. اهو انا حطيت الدقيق. المفروض ان انا كنت عايزه البشاميل اللي يكتر شويه، بدال 4 معالق يبقوا 8 معالق، الضعف. ونزود اللبن. طبعا البشاميل بتاعنا بيكون خفيف، ما بيبقاش تقيل زي المكرونه البشاميل. المفروض البشاميل بتاعنا بيكون خفيف. تمام. اول ما اللون بتاعه بياخد اللون الذهبي، بقوم نازله على طول باللبن. و2 مكعب مرق، اهم حاجه ما تنسوهمش. مكعب المرق بيدي طعم جميل جدا للبشاميل. طيب اللبن هننزل بقى باللبن عليه تاني اهو، زي ما انتوا شايفين. هتشوفوا المنظر دلوقتي اهو. ونقلب تقليبه حلوه. في ناس بقى بتعمل البشاميل ده على البارد. اللي بيعملوه على البارد في ناس بيحبوه كده، وفي ناس بيحبوا اللي هو البشاميل اللي هو
بالسمنه، ان احنا بايه بنحمره تحميره حلوه. انا طبعا من عشاق اللي هو ان انا احمره، ما بحبوش على البارد. تمام. طبعا ده تقيل، المفروض يتخفف شويه، اخففه شويه لبن، او عندك شوربه تخففي بيها عادي، ده او ده. حطيت بقى بعد ما خففت، حطيت الملح والفلفل الاسود. طبعا انت ما ايه بتدوقي الاول، لان المكعبين المرق بيدوا ايه، بيدي طبعا ملح. فانت بتدوقي وتشوفي المكعب هيبقى ايه، هتبقى عايزه ملح تاني ولا لا. تمام. ده اللون كويس، وفي نفس الوقت كمان القوام الحلو الخفيف مش تقيل. انا جبت بقى كده الزيتون، وجبت اللي هو الميكس الجبن، جبنه موتزاريلا، جبت جبنه رومي، شيدر، كله مع بعضه كده ونحطه. يلا بقى، يا بصوا يوم بايظ خالص. يلا ننزل بقى بالمكرونه كده، بعد ما غسلناها شطفناها، بنزل بيها على طول كده، واقوم حاطه البشاميل بتاعي، واقلب بقى تقليبه حلوه كده بالبشاميل مع الايه، مع المكرونه. شايفيني وانا بقى بقول كده، وانا بقول لكم بشوح بايدي حلو، ونقلب. والزيتون طبعا بيدي طعم. انا طبعا دورت على زيتون اسمر ما لقيتش، بيدي اللون حلو، لكن طبعا يعني هعمل ايه. والولاد كل ما اقول لهم ايه، لا خلاص ما نعملهاش النهارده عشان ما فيش كذا، لا احنا عايزينها. فما رضيتش ان انا ايه ازعلهم، عملتها النهارده هيت، وشوفوا جمالها. بنقلب بقى كده زي ما انتم شايفين، المكرونه بالبشاميل كده زي ما انتم شايفين. تمام. هننزل بقى على طول بالفراخ الشاورما بتاعتنا اللي احنا عملناها. عندك شاورما لحمه اعملي، عندك شاورما فراخ اعملي، اي حاجه يا جماعه بتبقى حلوه، اي حاجه في البيت عامه يعني. انزل على طول بيها، وبعد كده نحط ميكس الجبن عليها، ونحط الزيتون والحاجات بقى بتبقى ايه، انتي وتفانينك انتي اهو. والصوص ده بيعمل جميل قوي، بيبقى الصوص ده بيبقى حلو قوي 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 معاها. تمام. شايفين المنظر. نوزع بقى كده الفراخ، اوزع كده الفراخ زي ما انتم شايفين، وبعد كده نعمل ايه، انزل بالزيتون، عشان كل قطعة انت بتطلعيها يبقى ايه، يبقى فيها ايه، فراخ حلوة كتير. تمام. تمام، قولوا لي تمام. طب شامين؟ طبعا مش شامين، انا اللي شامه بس الريحة. تعالوا بقى نحط الزيتون. يلا ياسمين سرعي ايدك شوية. حطينا الزيتون بقى كده زي ما انتم شايفين، طبعا اللون مش باين، المفروض يبقى اسود كده عشان يبقى الزيتون باين جميل كده مع الفراخ. طبعا ده نفس اللون ده. يلا بقى هنعمل ايه، بس اهم حاجه الطعم. طعم يا جماعه حكايه والله. وفي الاخر بنحط ايه، ميكس الايه، البشاميل، وبعد كده ميكس الجبن. تمام. بصوا البشاميل، بس المفروض ان البشاميل يكون ازيد من كده يا ياسمين. البشاميل ايه طلع قليل يا جماعه، انا اتضايقت جدا، المفروض البشاميل يبقى كتير. نحط بقى ميكس الجبن كده، نغطيها، بس كانت طعمها حكايه وتحفه. شايفين. وندخل بقى الفرن، وتشوفوها بعد الفرن حكايه يا جماعه والله. عندك متوفر الميكس الجبن، عندك ما عندكيش خلاص يبقى ما تعمليش، يعني مش شرط يعني ميكس الجبن، يعني احنا مش عايشين بيه. ايوه، اهم حاجه تظبيط الشغل. يلا يا جماعه ندخل بقى، نحط الحاجه ديت ايه في الفرن على درجه 180 درجه، وفي نفس الوقت ايه، بتولعي الشوايه من عليها ايه شويه من فوق، بتدي الشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا انا حطيت بتنجان مخلل كده والفلفل، ونقطع بقى. يلا يا نهار ابيض، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. شايفين الحلاوه والطعم، ايه الطعم الجميل ده. والله العظيم انا دقتها كانت حكايه. اهم حاجه ان لو عجبك بقى وشفتي لغايه هنا وما اشتركتيش عندي في القناه، خشي واشتركي عندي يوميات مطبخ الياسمين، هتلاقي كل حاجه انت نفسك فيها هتعمليها، وحاجات بسيطه ومش مكلفه. انا في حاجات بعملها مش مكلفه، زي التورت، زي الجاتوهات. اتفرجوا عليا وشوفوا الحاجات وجمال ايه الحاجات اللي انا بعملها. الله الله الله. يلا يلا يلا، شوفوا بقى الجمال،
الجمال ده. شايفين؟ روعة روعة، عايزاكم تجربوها. سوشيال لايك والسبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.